الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي في ضيافة الرحمن. هذا البرنامج الذي يستضيف يوميا اسم من أسماء الله عز وجل، وذلك تحت دراسة القرآن الكريم عملا بقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ونحن في الليلة 22 من ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعلنا نحن وإياكم من عتقائه من النار، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. في هذه الحلقة أستضيف الشيخين الجليلين الدكتور حسن سلمان وفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله، ضيفان دائمان في هذا البرنامج. واسمنا اليوم هو اسم الله عز وجل سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام. عزيز ذو انتقام. فالعزيز ذو انتقام هو اسم الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين. أبدأ في الحوار مع فضيلة الشيخ حسن سلمان لبيان هذا الاسم العظيم. شيخ حسن، ما معنى عزيز ذو انتقام أو اسم ذو انتقام؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبعا الاسمين اسم العزيز وذو انتقام مقترنات ببعضهما البعض، وردنا 4 مرات في كتاب الله سبحانه وتعالى بهذا الاقتران. ولعل اسم العزيز يعني ذهب معنا كثيرا وتكلمنا عنه كثيرا في حلقاتنا السابقة، ولكن الجديد في الأمر هو عندما يقترن هذا الاسم باسم آخر وهو ذو انتقام. ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى هنا لم يقل عزيز منتقم، ولكن قال عزيز ذو انتقام. وهنالك فرق على كل بين الأمرين، بين المنتقم الذي تكون دوافعه عموما هي حالة الغضب والكراهية والبغضاء، وبين ذو انتقام اللي هو ذو هنا فيها الصحبة وفيها أن الشخص مالك أمره. فالله عز وجل ذو انتقام ولم يقل منتقم، وكأنما الله سبحانه وتعالى عندما يقرن ما بين الاسمين عزيز وذو انتقام هنا ذكر اسمين من أسماء الجلال والعظمة. هنا نلاحظ الآن، كنا نلاحظ في الأسماء السابقة أنه يجمع ما بين الجلال والإكرام، جميل. لكن هنا جمع بين اسمين من أسماء الجلال، وهو اسم العزيز من أسماء العظمة والكبرياء، وذكر كذلك اللي هو ذو انتقام، وهي تكاد تكون أيضا من صفات الجلال. وترد دائما حالة الانتقام مع عزة الله سبحانه وتعالى هنا مع الكافرين، وترد مع الظالمين، وترد كذلك مع من يتجاوزون حدود الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كأنما هؤلاء على وجه التحديد، لأنه ليس في السياق عموما في السياقات القرآنية ليس فيها جانب آخر، إنما هم إما أنهم كفروا كما في آية آل عمران التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. لاحظ هنا الحديث عن الكافرين، صحيح، والكافرين كفرهم أيضا مرتبط بالكفر بالتنزيل. لاحظ هنا دائما ما كنا في حلقاتنا الماضية نبين ارتباط العزة بتنزيل الكتاب،
هنا أيضا تلاحظ اسم العزيز وارد مع هذا الجانب، وارد في أن الله سبحانه وتعالى ذكر مثلا هو الذي أنزل عليك هو أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، فهذه كلها الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. فالذي يكفر بها إن الذين كفروا بآيات الله الذين يكفرون بها عليهم أن يعملوا ألف حساب من هذين الاسمين، عزة الله سبحانه وتعالى وانتقام الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى عليك أن تستحضر بأنه صاحب الانتقام، أي أن الله عز وجل يمتلك حالة الانتقام بكل حالاتها. ما معنى انتقام يا شيخ حسن؟ الانتقام هو من يملك القدرة على إجراء العقوبة نتيجة الذنب. يا سلام. يجري عليك العقوبات نتيجة الذنب. وهذه طبعا لاحظ أن الله سبحانه وتعالى ربطها بالكفر وربطها بالظلم وربطها بتجاوز الحدود. يعني الآية الأولى اللي هي آية آل عمران فيها ربط بالكفر الذين كفروا. جميل. آية إبراهيم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. نعم. هذه مرتبطة كذلك بأن الله سبحانه وتعالى مرتبطة بالظلم. نعم. ولا تحسبن الله غافل، أنا مسبوقة بهذا السياق. نعم صحيح. لا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون. نعم. الحالة الثالثة هي تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى في قتل الصيد في الحرم. صحيح. بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن مسألة قتل الصيد عمدا، نعم. ذكر بعد ذلك قول الله سبحانه ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد، اللي هي يا أيها الذين آمنوا. نعم. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نعم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. الله أكبر. نعم. يا سلام. هنا تلاحظ أن المسألة مسألة حدود. يعني فمن عاد لذنبه وتعدى حدود الله ينتقم منه. منه. وهنا لاحظ حتى لا يقول شخص إنه والله أنا مسلم وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد. هنا الحكم ما حكم كفر وظلم، لا، حدود. الله عز وجل قال لك لا تقتل الصيد. وهنا في لطيفة مهمة جدا سبحان الله في قتل الصيد، لعلها في سورة المائدة أيضا، وهو أن التعليل لها ليعلم الله من يخافه بالغيب. نعم. فعندما يقول الله سبحانه لا تقتل الصيد وقد لا يكون معك أحد والصيد يمر بالقرب منك، والله عز وجل يريد أن يكشف حالتك وهي حالة الإظهار كما ذكرنا. بالنسبة لله عز وجل الأمر واضح، لكن إظهار فعلك وإظهار نيتك وإظهار خبيئتك وإظهار حقيقة ما في القلب تظهر من خلال هذه المواقف وهذه الحدود. فالله عز وجل يقول لك تلك حدود الله، إما أن يقول لك فلا تقربوها وإما أن يقول لك فلا تعتدوها. والفرق بين فلا تقربوها ولا تعتدوها؟ الآية التي يقول فيها فلا تقربوها معناها لا تصل إلى الحد، وهذه استخدمت سبحان الله مع آية الصيام لما ذكر الله سبحانه وتعالى مسألة الصوم قال تلك حدود الله فلا تقربوها. وأنا عموما أقول بأن الإنسان عليه أن لا يتوقف مع الأذان، لا، توقف قليلا، لأنك إن وقفت مع الأذان وقفت مع الحد. الله عز وجل قال لك فلا تقرب، اترك مساحة تحوطا. على كل هذه من لطائف أما التي يقول فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها معناها يحق لك أن تستمر في الأمر حتى الحد، لكن لا يجوز لك أن تتجاوز وتتعدد. فمثلا الزنا لا يقول لك فلا تعتدوه، يقول لك فلا تقرب. فلا تقرب. فمعناها لا تقترب أصلا. لماذا؟ لأنك أصلا إن وقفت على الحد وقفت على الزنا. لكن يقول لك لا تقرب. فهذه مسألة من لطائف القرآن الكريم. وبالتالي هنا الله سبحانه وتعالى في الصنفين، صنف العصاة من أهل الإسلام الذين يضيعون الحقوق أو يتجاوزون الحدود، وأولئك الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى أو ظلموا عباد الله عز وجل. فكلا الطائفتين على كل اسم ذو انتقام عزيز ذو انتقام يستهدفهم بشكل مباشر، ونسأل الله السلامة والعافية. طيب بقي لك فقط آية واحدة علق عليها، أي ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. نعم. ما التوجيه هنا؟ يعني لما قال سبحانه وتعالى في ذات الآية أليس الله بكاف عبده. أليس الله بكاف عبده. نعم. ويخوفونك بالذين من دونه. نعم.
ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. نعم. أليس الله بعزيز ذي انتقام. هذه سبحان الله التي يقال فيها تراعي دائما السباق واللحاق والسياق. نعم. الآن هذه الآية لو لم نقرأ ما قبلها ربما يحصل إشكال، لكن انظر أليس الله بكاف عبده. هم حاولوا يخوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بآلهتهم وقالوا له أنت والله ربما تمسك آلهتنا بسوء، والتخويف الذي كما هو عموما المشركين يخوفون بآلهتهم. فالله عز وجل يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء لا يملكون شيء، لا يملكون التأثير ولا يملكون الفاعلية، بل لا يملكون من أمر شيء. وبالتالي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثق بالعزيز، وعليهم أن يخشوا من العزيز ذو انتقام. فإن الله سبحانه وتعالى قد يقلب أفئدتهم ويقلب أبصارهم ويقلب أسماعهم وقد يختم عليها، وكل ذلك والعياذ بالله بسبب انتقام الله عز وجل منهم، بأنه قد حقت عليهم كلمة العذاب، وبالتالي قد لا يوفقون حتى إلى الهداية. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، بارك الله وجزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله، هل لكم من تعليق؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وماذا نعلق بعد كلمة الشيخ؟ يعني مثلا أنا جاء في بالي وتركتها لك شيخنا، الله عز وجل تحقيقا لاسمه وهو أنه منتقم، انتقم من الأمم السالفة التي يعني تعدت حدوده، فذكر مجموعة لنا من القصص، منهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم. لو تحدثنا عن هذا. طبعا آثار هذا الاسم، آثار هذا الاسم في الواقع. نعم. الله أكبر. نعم. أولا أنا أريد أن أنوه على أمر في غاية الأهمية. الانتقام من الله سبحانه وتعالى، الانتقام من الله سبحانه وتعالى ليس لأن العباد يستطيعون أن ينالوا منه سبحانه وتعالى، مهما فعلوا لن ينالوا من الله سبحانه وتعالى شيئا. هذا أمر، ولكنهم حينما يعصون أمر الله سبحانه وتعالى وحينما يخالفون أوامره سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يوجب عليهم الانتقام. لو نظرنا في حق العباد الذين تنزل بهم البلايا والرزايا والمظالم والإجحاف في حقوقهم، حتى لو لم يستطيعهم أن يقوموا بشيء فإن الله جل وعلا سينتقم لهم من هؤلاء المجرمين. لكن الأمر الذي ينبغي أن نستحضره في هذا المقام أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله جل وعلا لا ينتقم لمجرد هفوة ولمجرد فعل فعله هؤلاء الناس، إنما ربنا تبارك وتعالى يعطي المهلة تلو المهلة ويمد الأجل ويعطي مجال حتى يستطيع أن يراجع الإنسان نفسه. نستصحب في هذا المقام أن الله جل وعلا حليم، نستصحب في هذا المقام أن الله عز وجل صبور، ولكن لا يعني أنه حليم وأنه صبور أنه سيترك الأمر هكذا على عواهنه، إنما سيأتي الوقت الذي نستحضر هنا أيضا حكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي أن ينزل فيها العقوبة. ولذلك لو نظرنا في الأمم التي ذكرتها الآن، الله عز وجل أعطاهم مجال واسع، حاولوا معهم وأعطاهم الآية تلو الآية تلو الآية، ولكنهم كفروا وجحدوا فانتقم الله عز وجل منهم. انظر إلى قوم يونس، ألم يمهلهم ثم لما آمنوا الله جل وعلا يعني كشف عنهم العذاب. معنى ذلك أن الله جل وعلا لا يعاجل بالانتقام، الله جل وعلا يعطي هؤلاء العباد المجال الواسع، المجال الرحب حتى يرعوا وحتى يستقيموا. هذا مفهوم دقيق. أنا أتوقع في مفهوم أدق من هذا وجهة نظري. لفظ انتقام
عادة يكون في من اعتدى. يعني الشخص اعتدى عليك بظلم تقول له والله لا أنتقم منك. نعم. هنا الذي يتعدى حدود الله والذي يكفر كأنه اعتدى على الله. نعم نعم. أيوة، كأنه الحديث كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن حمى الله. فنزل من الكافر نزل منزلة المعتدي على الله، أي إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. لا. إذن كأن هذا لم يعظم ربه ولم يقدره، فاعتدى على حدود الله تبارك وتعالى، فانتقم الله سبحانه وتعالى منه. صحيح. ولذلك بعض الأحاديث يؤذيني ابن آدم. نعم. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. إذن المعنى الدقيق لماذا انتقم الله من هؤلاء؟ بلفظ الانتقام بالذات، انتقام مخيف. عادة المنتقم يكون أشد ضراوة، أشد. يعني لما أنت تشوف التار في القبائل، شخص قتل من قبيلته ظلما، فإن القبيلة الثانية تأتي منتقمة وتنتقم بكل ما أوتيت، مستعدة أن تفنى في سبيل أنها صحيح. ولله المثل الأعلى، لا نشبه هذا بهذا، لكن أنا أقول هنا يعني هذا المعنى الذي أنت ذكرته ذكرني هذا المعنى، أظن أعتقد أنه أعمق. وكلمة الانتقام لو نظرنا إليها كمفردة عربية معناها إنزال العقوبة بسخط وكراهية. نعم، هكذا معناه. صحيح. وأيضا أتوا بمعنى آخر قالوا الانتقام المقصود هنا العقوبة بسلب النعمة، بسلب النعمة، هكذا عرفها. فبالتالي هنا دائما لما نتكلم على موضوع الانتقام حتى لا يتأتى في ذهن الإنسان أن الله جل وعلا يعني أنه يعاجل الناس، لا، الله جل وعلا يعني يعطي مجال لا يمكن أن يعطيه إنسان. لا، الكلام الذي أنت قلته أولا كلام دقيق وقوي، الذي هو أن عقوبة الانتقام فيها القوة مع كراهية والبغض. طبعا شوف سباق الآيات وسياقها، ماذا يقول ربنا عز وجل في مفرد انتقم؟ قال سبحانه: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. شوف شدة العقوبة والغفلة. نعم. أيوة. وفي الحجر قال: فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. وفي الروم قال: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي الزخرف قال: فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وفي الزخرف قال أيضا: فلما آسفونا، يعني أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم. هذا في آخر المطاف. أي نعم، هذا في آخر المطاف، لما آسفونا وأغضبونا نعم، انتقمنا خلاص. سبحان الله. شوف كيف تجلت الآن الربط ما بين الختم بعزيز وانتقام. وعندما تأخذ مفردة انتقم أيضا تكشف لك أيوة المشهد، مشهد التكذيب، مشهد العناد، مشهد التكبر. أن المسألة لم تأتي هكذا، يعني مسألة الانتقام لم ترد هكذا، فيها إجرام، فيها كفر، فيها بعد عن الله، فيها طغيان، فيها لا مبالاة، فيها عدوان. هذه فعلا سبحان الله تكشف فعلا. وتجد أنها مرت بمراحل الحلم، مراحل لعلهم يرجعون في قوله تعالى في بني إسرائيل. ولقد لما قال سبحانه وتعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والضفادع والقمل والضفادع آيات مفصلات لعلهم يذكرون. ومع هذا ما تذكروا، وطغوا وتجبروا. صحيح. وحتى إنهم جاءوا إلى موسى وقالوا طلبوا من موسى، قالوا يعني بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك يعني وعد وإخلاف. أي وعد وإخلاف كان فيه. ومع هذا كله أصروا على الكفر، فكانت العقوبة فلما آسفونا. بالله عليك هل هناك كلمة يمكن أن يقولها عبد فقير ضعيف يتجاهر ويقول أنا ربكم الأعلى؟ والله جل وعلا حليم صبور على مثل هذا الإنسان. سبحان الله. وثم أرسل له
موسى وهارون. الله جل وعلا يقول وقولا له قولا لينا لعله يتذكر. بعد هذا استنفذت الأمور خلاص، لم يبقى بعد ذلك. الله جل وعلا أذن بالانتقام، فانتقم الله عز وجل من فرعون. طبعا إذا نظرنا إلى موضوع ما الذي نستفيده نحن المؤمنين من هذا الاسم الجليل العظيم، لا بد أن يدرك الإنسان أن الله جل وعلا ليس بينه وبين أحد نسبة. فمن عصى الله جل وعلا وخالف أمره واعتدى وظلم فليعلم أن الله عز وجل عزيز ذو انتقام، ينتقم، وخاصة إذا كان الموضوع في انتهاك محارم الله، فإن الله جل وعلا يغضب، وإذا غضب انتقم، وإذا انتقم ليس بعد انتقام الله عز وجل من أمر. فبالتالي لا بد علينا نحن أن نخشى انتقام الله جل وعلا. لا يعتقد الإنسان الانتقام فقط في من كفر وجحد، بل قد يكون في من هو تحت لواء الإسلام ولكنه تعدى حدود الله واعتدى في البشرية وظلم وطغى وفجر، فإن الله عز وجل وكم رأينا من أناس انتقم الله عز وجل منهم أشد الانتقام. نعم. أصبحوا في وضع لا يحسدون عليه. نعم. وأنا من الشاهدين. حدثنا أحد مشايخنا في امرأة بدوية في المدينة المنورة جاءت تشتكي القاضي زوجها، تشتكي زوجها لأنه ظلمها، كان الزوج الله يهدي بدوي أيضا، فكان منعها من حقوقها وضيق عليها ورفض أن يطلقها، وكان شديد الظلم. فعند القاضي كذب عليها كذبات وعملها معاملة سيئة، فقالت له سيرك الله كلبا من كلابه، دعت عليه في المجلس فثم خرجت. سبحان الله، يقول هذا الأخ والشيخ بعد سنة ابتلى الله عز وجل هذا الرجل، أصبح عنده مشكلة في الأوتار الصوتية ولا يستطيع أن يتكلم إلا أن ينبح كما ينبح الكلاب والعياذ بالله. وأحضروه إلى القاضي من أجل أن يحكم عليه في القضية، فكان وضعه والعياذ بالله لا يستطيع أن يتكلم إلا عبر ذويه. فكانت هذه عقوبة واضحة، فضحى الله عز وجل هذا الرجل أمام القاضي نفسه الذي كان عنده القضية ينبح والعياذ بالله كما ينبح الكلاب، نسأل الله العافية والسلامة، ولا يستطيع أن ينطق يتكلم، كلما أراد أن يتكلم ينبح كما ينبح الكلاب. أصابته دعوة هذه المرأة والعياذ بالله. ورأينا من التف وجهه، ورأينا من والعياذ بالله افتقر، ورأينا من حتى القصة اللي قصها الشيخ سعيد بن مسر القحطاني في الذين أخذوا الذي أخذ أرض رجل مظلوم وجاب 5 شهود ظلما وجو شهدوا زورا وبهتانا عند القاضي، حكم للظالم بالأرض. فذهب هذا الرجل إلى المسجد وقال يا رب انتقم، أنا أريدهم الليلة يكونون في قبورهم. وبالفعل ما غابت شمس تلك اليوم إلا انقلبت بهم السيارة بعد صلاة الظهر، صلوا عليهم العصر ودفنوهم. وفي هذه الأسماء شيخنا تنبهنا على يمكن نقطة ذكرها الشيخ، وأكثر شيء نستفيده نحن من هذه الأسماء هو كيف تورثنا التقوى، كيف الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، كيف أنك والله تجعل بينك وبين الله وقاية، كيف تجعل بينك وبين نار الله عز وجل وقاية. والتقوى حقيقتها سبحان الله ترك العدوان، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال وتعاونوا على البر والتقوى فجعل البر والتقوى في كفة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والوزن هكذا، يعني البر مقابل الإثم والتقوى مقابل إيه؟ قابل العدوان. فمسألة أن الإنسان تورثه هذه الآيات خشية الله، الخوف من الله، أن يدرك أنه عبد ضعيف مهما حاول أن ينظر إلى نفسه أمام الخلق قوي، لكن عليه أن يتذكر أنه أمام الله ضعيف، ليس بذاك أنت عبارة عن شخص ضعيف جدا لا تملك من أمرك شيء، لولا أن قوة الله ومعية الله وإمداد الله وإعطاء الله لم تكن شيئا مذكورا أصلا. وبالتالي هذه المسألة عندما يقول لك الله سبحانه وتعالى أنا رحيم، أنا رحمن، أنا غفور، أنا ودود، لكن في نفس الوقت يقول لك والله يا أخي أنا أيضا
وهذه سبحان الله من حكمة. حتى الخلق الآن لا يتقبلون الحاكم الذي يكون حاكما مسالما مع المجرمين. يعني الناس بترتاح في الحاكم لما والله يكرم الأتقياء ويكرم النوابغ ويكرم الخيرين ويعاقب المجرمين. بدون قطع لحديثك يا شيخنا، نعم. لذلك الحاكم الذي هو صاحب عقوبة صارمة، المجرم لا يتجرأ أن يفعل جريمته، نعم، لأنه سيقتل أو سيعاقب. لا يمكن تسري عليه الجرائم وتمشي. صحيح. ستجد هناك في فعلا عدالة، وهناك فعلا القضية كلها تعود إلى مقدار إيماننا نحن، مقدار إيماننا بالله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء. فمتى كان الشخص مؤمن أن الله عزيز ذو انتقام، أنا إذا خالفت الله سينتقم مني ويراني ويسمعني. نعم. ولذلك شوف توجيهات الله عز وجل لنبيه: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذه الآية تتكرر في كتاب الله عز وجل، يوجه الله سبحانه وتعالى نبيه أن يصرح بهذا للكفار. ليس لك من الأمر شيء. لا، قل فمن ينصرني من الله إن طردتهم فمن ينصرني. هذا التصريح بأن لي ربا أنا أخافه، أخشى أن أعاقب، لست أنا فوق المحاسبة ولست فوق العقاب. يعني معناته هناك رب عظيم يحاسب وينتقم. يا أخي إذا أنت لا تخاف أنا أخاف، إذا أنت إيمانك ضعيف أنا إيماني ما هو ضعيف. يا أخي إذا أنت غير مؤمن بهذه الآيات أنا ما يمكن أقع. لئن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا. شوف سياق الآيات وسباقها ماذا تدل. صحيح. لذلك لو أنا أتعجب لماذا يقول ربنا عز وجل لنبيه: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم. هو القدوة صلى الله عليه وسلم، هو حبيب الرحمن. إذا كان حبيب الرحمن ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعصي الله تبارك وتعالى ولا يخطر بباله أصلا هذا النوع من الإجرام، لكن يقول والله إن افترضنا لو توقعنا مجرد التوقع أن رسول الله يعصي، يقول الله يأخذني الله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا الحديث يا شيخ حسن، يعني صحح الشيخ الألباني ابتداء أو حسنه الشيخ الألباني. يقول عن جابر قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة، لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، قال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ يا سلام. قال فتية منهم: بلى يا رسول الله، بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهبانيهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. الله. وهذه عجوز. أيوة، شوف الكلام بس. إذا نسب الكرسي، إيش الكلام هذا؟ يعني في عظمة الله جل وعلا. وهذه عالمة. يا سبحان الله. بس في نقطتين أيضا أحب أضيفها في موضوع الانتقام، وهو كثير من الناس سبحان الله نتيجة يغفل عن حكمة الله سبحانه وتعالى في التأخير. يعني الله سبحانه وتعالى لا يتعجل بعجلتنا ولا يتأثر بتأثراتنا نحن، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. متى ينتقم، كيف ينتقم، اللحظة التي ينتقم فيها، هذه كلها لأنها تجري ضمن نواميسه في الكون، متى ينزل العذاب، متى ينزل الرحمة. فمسألة أن الإنسان لا يتعجل هذه مسألة مهمة جدا. المظلوم عليه أن يدرك أنه حتى لو لم يلقى حظه من الانتقام في هذه الدنيا فليوقن بأن الله سبحانه وتعالى سينتقم له يوم القيامة. هذه مسألة لا بد أن تكون يقينية، والإنسان إن شاء الله يدركها، فلا نتعجل الأمور ولا ضرورية. نحاول إن شاء الله أن نتأثر بهذا الأمر. يعني إذا نقول لأهل غزة يا شيخنا، نقول لأهل غزة: مهما طال بكم ظلمة الليل
فإن الفرج قريب، وأن الله جل وعلا سينتقم من هؤلاء وقت ما يشاء ومتى اقتضت حكمته ذلك. التأخير هذا لا بد أن نوقن تمام اليقين أنه لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. نعم سبحانه. وحينما يأتي الفرج ستنتصرون وسينتقم الله من هؤلاء بإذنه تعالى أشد. ألا ترون أن ذاك المأفون شارون، والله يا شيخ برهان أنا في الحرم والله أسمع دعوات الناس على هذا وبصوت عالي. شوف كلمات تحققت فيه، قال اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يجده. هكذا كانوا يدعون عليه، واستجاب الله سبحانه وتعالى وأصبح يعني يتمنى الموت بالفعل ولم يجده إلا بعد سنين، وسيأتي في هؤلاء إن شاء الله تعالى. شيخنا سبحان الله ذكرتني بموقف شاب ملثم وممسك بالملتزم، ونحن كلنا نتحين الفرصة إنه نجد فرصة في هذه. والشاب سبحان الله عليه شماغ أحمر ويدعو على شارون، يا سلام، اللهم عليك بشارون، ما عنده شيء آخر. فالشرطي نزله ينتظر يجلس شوي، وإذا أنت صعدت يقول لك ادعو على شارون ادعو على شارون. والله يا أخوان وقتها شارون يفعل في الشعب الفلسطيني أفعال سبحان الله ما هي إلا سنوات سبحان الله، وإذا بالرجل تأتيه حالة الانتقام من الله، ونتذكر أولئك الأخفياء يعني الله. حتى لا نستصعب إنه والله الأمور، لأنه كثير من الناس يقول لك يا أخي والله لم يستجب الله دعاء، من قال لك؟ من قال لك؟ يعني نحن الآن كثيرا ما ربطنا بين هذا الحدث الذي فعله هذا الشاب سبحان وهو والله لا نعرفه ولا يعرفه إلا الله ملثم، لكن تذكرناه مجرد ما رأينا حالة إيه؟ حالة ربما آلاف مؤلفة من هؤلاء دعوا. فعلى كل هذه مسألة مهمة جدا. النقطة الثانية أيضا حبيت أنبه عليها شيخنا، وهو أن إذا كان الله سبحانه وتعالى ينتقم من أصحاب الذنوب وأصحاب المعاصي وكذا، علينا أيضا أن نتذكر بأن أيضا غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم الأخذ بيد الظالم وترك الظالمين يفعلون ما يشاءون، هذا قد يكون مدعاة أيضا لإيه؟ لأن يأخذ الساكتين ويأخذ كذلك الذين لم يأمروا بالمعروف. هذه لا بد أن ننتبه إليه. ليست القضية فقط إنه والله انتقام الله من الظالمين والكفر والمجرمين، لكن إذا أيضا نفس هذه القضايا والانتقام قد تسري على الصالحين إذا كثر إيه؟ كثر الخبث في المجتمع ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. سبحان الله. صحيح بلا شك ولا ريب أن كثرة نهلك وفينا الصالحون. كثرة الذنوب والمعاصي تؤدي إلى العقوبة، وما رأيناه من الزلازل والفيضانات والمحن بلا شك أنها يعني عقوبة من الله عز وجل من أجل أن يكفر بها سيئات بعض الذين ابتلوا، ومن أجل أن ينتقم من الكفرة والملحدين، ومن أجل أن تكون عظة وعبرة لغيرهم. فالله سبحانه وتعالى لا يقدر هذه المقادير هباء منثورا، وإنما يقدرها ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بعض الذي عملوا. تلك المرأة التي ظلمت عندها بيت صغير بجوار يعني قصر، فأراد هذا الرجل أن يأخذ بيتها لا إله إلا فرفضت. فحينما قدم إلى القضاء، القاضي حاب في الموضوع والكاتب كتب، ولكن الله عز وجل انتقم منهم. انظر ماذا قالت كلمات، وأنا لا أذكر ما الذي حدث، ولكن قالت: إذا جار الأمير وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء، وإن كان الوداد لذي وداد يزحزحه عن الحق الجلاء، فلا أبقاه رب العرش يوما كحله بميل من عمائي. كحله الله. نعم سبحان الله بلا شك. ولذلك لو استعرضنا كيف أهلك الله عز وجل الأمم، يعني وقص الله سبحانه وتعالى علينا قصص هؤلاء وكررها لنا في القرآن الكريم عدة أمور حتى تحدث لنا في قلوبنا خشية ورهبة. فهؤلاء قوم فرعون
أغرقهم الله. وقوم لوط أسقط الله عز وجل عليهم حجارة من السماء. وقوم عاد أهلكوا بصيحة، وأهلكوا أيضا بريح صرصر عاتية. نعم، الصيحة قال أهل العلم أن الإنسان له درجة معينة يتحمل فيها قوة الصوت، وذكروا رقما نسيته 24 الظاهر ميجا بايت أو شيء من هذا القبيل. فإذا زاد عن هذا الصوت فإنه يخرق سمعه ويخرق قلبه. نعم، ولذلك صيحة جبريل على الأمم السالفة كانت والعياذ بالله تجعلهم خامدين في بيوتهم. نعم، صيحة واحدة فقط. نعم. وابن آدم لضعفه وغفلته سبحان الله يتصور بأنه يمكن أن يستفيد من التجارب، وهكذا يتصور. فلما أهلك الله سبحانه وتعالى قوم نوح بالماء، تصور الذين جاءوا من بعدهم بأن المشكلة هي في السهول، فذهبوا إلى الجبال. يعني بنوا حضاراتهم، حضارة قوم صالح وقوم عاد بنيت في مناطق جبلية، وكانوا يتصورون بأن والله موضوع الفيضانات انتهوا منها، ونسوا بأن الله أهلك أيضا ابن نوح الذي قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فسبحان الله المسألة انتقلوا إلى بيئة أخرى فلاحقهم عذاب يتناسب مع البيئة الأخرى. سبحان الله. البيئة الأخرى لا يناسبها الآن المياه، تناسبها كما تفضلت بيئة، يعني أنت تحفر جبل وتسكن داخل، يعني من ينظر إلى مدائن صالح تجد أن هناك، فلما تأتي الصيحة مع هذه الكهوف ومع هذه الصخور فعلا يكون عذاب والعياذ بالله كبير جدا. طيب، وما بالك بشخص ادعى أنه إله فانتقم الله عز وجل منه. نعم. وبتحقير. هذا النمرود ادعى وقال الله عز وجل سلط عليه أحقر حشرة دخلت من أنفه أصبح تطن، فلا يشفيه من هذا الطنين إلا ضربة يتلقاها. وبإيش؟ بالنعل. كان عنده عبد يقول له اضرب فيضرب، حتى إذا أتت الساعة طلب منه أن يضربه ضربا قويا، فضربه العبد ضربة أودت بحياته. فماذا تريد؟ فانتقام الله عز وجل. عوامل القوة عندك تحولت إلى عوامل ضعف وعوامل تعذيب. سبحان الله. نعم. فجند الله عز وجل كثير. بالأنهر التي تجري من تحته أجراها الله سبحانه وتعالى الله أكبر من فوقه. نعم. صلى الله عليه وسلم. فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الصيحة وردت في عدة مواضع في كتاب الله عز وجل. في هود وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وفي هود أيضا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وفي الحجر قال تعالى فأخذتهم الصيحة مشرقين. في الحجر أيضا قال سبحانه فأخذتهم الصيحة مصبحين. وفي المؤمنون قال سبحانه فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. هناك أيضا عقوبة أخرى من عقوبات الله عز وجل الرجفة. قال تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هناك كانت في ديارهم، لاحظ هناك، وهنا كان في دارهم. شيء غريب. أيوة، لاحظ هم مجموعة واحدة، هم نفس قوم صالح. الديار أخذوا بالصيحة والدار أخذت بالرجفة. نعم. وهي فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الأعراف فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. في دارهم كلاهما. في الأعراف مرتين كررت. وهنا قال سبحانه وتعالى واختار موسى قوم 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي تهلكنا بما فعل السفهاء منا. العنكبوت فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
هذه أنواع من أنواع العقوبة التي نسأل الله يستخدمها الله سبحانه. نسأل الله العفو والعافية. وأيضا الرياح كانت عقوبة. ولله جنود السماوات والأرض، إنها في العقوبات الله سبحانه وتعالى له جنود وله يعني ما شاء ولا يحتاجها أصلا، ما هي إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فقط بس من باب التنبيه إلى لطيفة الدار والديار سبحان الله في قوم صالح. لماذا قوم صالح الحالة واحدة والعذاب نازل في يوم واحد، ولكن جاءت في بعض الآيات بالرجفة وجاءت في بعد الآيات الصيحة. يعني هل هؤلاء عذبوا بأمرين وهم حالة واحدة؟ فهنا نبه بعض العلماء إلى لطيفة مهمة جدا، وهي أن الصيحة كانت للديار اللي هي المناطق المأهولة بالسكان واللي هي المناطق الجبلية اللي نسميها نحن الدامر زي ما يقول، يعني المنطقة التي يعني يسكنها الناس بشكل مكثف. الدار اللي هي من غير ديار هي المناطق التي يرعى فيها الناس ويزرعون، تابعة للديار ولكنها ليست مأهولة. فليس كل الناس في الديار المسكونة، بعضهم رعاة، بعضهم نزلوا إلى السهول. فالمناطق السهلية التي يرعون فيها ويزرعون فيها هذه جاءتها إيه؟ جاءتها الرجفة. والمناطق المأهولة جاءتها الصيحة، وبالتالي لا تعارض هنا بين الأمرين، والله أعلم. أنتم جزاكم الله خير. خلينا نشوف أيضا الريح بمن ريحا صرصرة قوم عاد. نعم الحاقة، ريحا صرصرا عاتية. نعم. الحاقة ما الحاقة. طبعا في السيرة النبوية ستجد أن الله جل وعلا انتقم من أفراد من المشركين. أنا نسيت الاسم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه دعا على بعضهم أن يأكله سبع، وبالفعل وهم في تجارة أو ما شابه ذلك أيوة التهمه السبع. صحيح، سبحان الله. هذا اللهم صلت عليه جندا من جندك. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جندا من جندك. في رواية كلبا من كلابك. أيوة. الله أعلم. نعم. اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. نعم. سلط الله عليه أسد فأكله. نعوذ بالله. من وسط وكان خائف جدا مرعوب سبحان الله، كأنه كان شاعر. فجاء الأسد يشمشم المشركين وهم نيام في فترة النوم، حتى وصل عنده فعرفه فأخذه وقتله. سلطه الله. سبحان الله. ما يعلم جنود ربك إلا هو. سبحان الله. فالله عز وجل عزيز ذو انتقام. وهكذا قصص كثيرة حصلت حتى في الظلمة الذين سلطوا على السجناء في سجون الظلمة من فلان وفلان وفلان. لما تتبع سيرهم وتراجمهم وخواتيمهم والعياذ بالله. هيل سلاس مثلا، هيل سلاس حكي لنا كيف انتقم الله. هيل سلاس يسلط عليه شخص تربى في قصره اللي هو منقسط هيل مريم، من الناس الذين رعاهم ورباهم، وكانت والدته ضمن خدم القصر. تصور هذا ينقلب عليه ويقتله ويضع قبره أو يضع جثته تحت الكرسي الذي ولا يعرف هذا الموضوع إلا بعد سقوط نظام منجستو ب30 سنة. فيخرج كيف أذله الله سبحانه وتعالى. وكان هذا من طغيانه يعبد من دون الله. لا حول. وكان يجبر المسلمين في ديار الحبشة في بلاد الحبشة على أن يتنصروا. نعم. ومن لا يتنصر كان يقتلهم، وهكذا يعني. حتى في إريتريا. نعم. هكذا كانوا يغصبهم على التنصر. نعم. فكثير من الذين ارتدوا أجدادنا هكذا كانوا يصلون الصلوات خفية في آخر الليل، يجمعون الصلوات الخمس. نعم. حتى لا يرونهم يصلون. طبعا بطبيعة الحال ذاك الضابط الذي كان يقول حينما كان السجناء يستغيثون بالله، قال ربنا لو نزل أنا أحطه في الحديد هذا. فانتقم الله عز وجل منه في يوم العيد وهو ذاهب إلى قريته. جاءت شاحنة محملة بحديد، فدخل في هذه الشاحنة يقولون أن هذا الحديد قطعه إربا إربا، فانتقم الله منه. فنسأل الله العفو والعافية. وهذا الذي أيضا أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. في الدنمارك. نعم. السويدي هذا. ونحن ننتظر أيضا
عقوبة الله في السويد التي أحرقت كتاب الله، وننتظر أيضا عقوبة الله سبحانه وتعالى في هذا المجرم الذي أحرق كتاب الله عز وجل، ينتقم الله منه. وإن شاء الله عز وجل أن يهدي سيهديه، ولكن نحن بما أنه آذانا في حرق كتاب الله سبحانه وتعالى ندعو عليه، نسأل الله أن ينتقم منه. وقد انتقم من هذا الرجل الذي نال من النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عنه، أن الله سبحانه وتعالى أحرقه في سيارته في مركبته، وكان يصرخ ولا يستطيع أحد أن ينقذه. هذا العجب في دولة شيخنا، مصيبة هؤلاء المشركين والكفار لا ينظرون إلى الآيات نفسها التي تجري عليهم. نريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يعني أنت رأيت شخص سب الله، سب رسول الله، أحرق كتاب الله، ثم تجري عليه بعد فترة آية من آيات الله، ومع ذلك لأنهم سبحان الله غيبوا الفاعلية الإلهية فيهم، وكأن الله ليس فعال لما يريد فيهم، وتصوروا بأنه والله هذا الكون يعرضون يا شيخ حسن. إعراض، نعم، يعرضون. هم عارفين أن هذه آية من آيات الله، ولكنهم يعرضون، نسأل الله العافية والسلامة، لتتحقق كلمة الله فيهم. قال تعالى: وما من آية في السماوات والأرض يمرون عليها إلا وهم عنها معرضون. وكالة ناسا تمر على آيات عظام من مخلوقات الله عز وجل، من الكواكب ومن الأجرام ومن أمور ما لو اطلع عليه المسلمون لازدادوا إيمانا وازدادوا خشية وخضوعا لله عز وجل. لكن هم يدركون أن هذه المعلومات لو نشروها بين المؤمنين لكان مصداقا لما في كتاب الله عز وجل وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم يعرضون عن إظهار هذه الحقائق العظيمة. فمن هنا كان الإيمان نعمة من الله سبحانه وتعالى. الإيمان أن يهديك الله، وأن يرطب قلبك، وأن تخشى الله عز وجل، أن تتحقق هذه الأسماء. يعني أنا أذكر مرة قصة طبيعية يعني في المملكة. حصل أن رجل اختلف مع رجل آخر في إشارة مرور، فالثاني يعني تأخر قليلا ما مشى بالسيارة، فالذي من خلفه سبه. فهذا قال له: تسبني؟ فصفعه. فلما صفعه هذا قال له: والله لا أسامحك إلى يوم الدين، سآخذ منك هذه الصفعة أمام الله عز وجل. ثم حرك سيارته ومشى. هذاك تحرك الإيمان في قلبه، قال: يا أخي أنا سبيته وصفعته، سيأخذ مني هذه الصفحة عند الله، والله لا أذهب إليه. فأصبح هذاك يسرع وهذا خلفه، حتى وقف السيارة. قال: ماذا تريد؟ سبيتني وصفعتني، ماذا تريد؟ قال: أريدك أنك تسامحني. قال: والله ما أسامحك. قال له: بعطيك 5000 ريال، تسامحني؟ قال له: كم؟ 5000 ريال. الله سامحك. 5000 ريال منهم يا فلوس. قال: والله أسامحك. قال له: 5000 صفعة قيمتها 5000 أسامحك. قال: بشوف كذاب ولا صادق. قال له: تعال. فراحوا إلى صراف الراجحي وطلع 5000. قال له: خذ، الله على أن تسامحني يوم القيامة. لا إله إلا الله. اي والله. هذه سبحان الله استحضار الإيمان، استحضار عظمة الله، استحضار أن الإنسان والله لما يقال له الأمر بين يدي الله كيف. لكن المصيبة فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل دار شيبة. جاء بائع هذا اللي يوصل البيتزا، جاء لي بيت واحد فوصل البيتزا، قال له: خذ هذه البيتزا بس الحساب. فهذاك يمزح معه، قال له: الحساب يوم الحساب، وأعطاه ظهره. فهذاك ضحك، قال له: بس الآن أرخص لك. يقول لما قال لي الآن أرخص لك، طالعت فيه يقول والله، يقول وكأنه يعني نزلت علي مصيبة. كيف يعني الآن أرخص لك؟ قال له: نعم،
الآن المبلغ اللي حتدفعه ده أرخص لك، أنا بإمكاني أروح، لكن يوم القيامة عند الله ما حيخارجك. قال له لا لا والله أدخل فلوسك. الله العافية. على كل حال انتهى الوقت، الكنترول يناديني من زمان انتهى وأنا حبيت مديتها حتى وصلناها إلا ربع. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نجدد الترحيب بكم ونودعكم إلى حلقة قريبة إن شاء الله. بكم جميعا أشكر الشيخين الجليلين دكتور حسن سلمان والشيخ محمد عبد الله، وأشكر أيضا الكنترول من خلف الشاشات. سائل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. ولا تنسوا أن تكثروا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فدعاء هذه الليالي هو هذا: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. والسلام عليكم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.